بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض الجزء الخاص بامتحان العملي بتاع مادة الساينس لبريب 2 او لطلبة الصف الثاني الاعدادي. يا ريت تتابعونا لحد اخر الحلقة علشان نعرف مع بعض شكل امتحان العملي والأسئلة اللي ممكن تجيلنا في امتحان العملي وازاي نجاوب عليها بسرعة وبسهولة. وما تنسوش كمان يا شباب تبصوا على الديسكريبشن او وصف الفيديو اللي بيبقى موجود اسفل الفيديو، هتلاقوا فيه لينك الجروب بتاعنا على الفيسبوك في الملزمة بتاعة العملي اللي بنشرح منها الأسئلة دي. فاصل صغير يا شباب ونبدأ الحلقة مع بعض ان شاء الله، ما تروحوش بعيد. ودي كده يا شباب اول اكتيفيتي معانا، بيقول لنا add HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد to magnesium in a test tube. يعني معاك هيدروكلوريك اسيد ومغنيسيوم هتضيفهم على بعض في تيست تيوب وشوف ايه اللي هيحصل. قال لي الاوبزرفيشن بتاعتي او المشاهده بتاعتي ان الهيدروجين جاز ايفولف، هيتصاعد غاز الهيدروجين. طب الكونكلوجن ايه اللي انت استفدته او استنتجته من التجربه ديت؟ قال لي ان some metals as magnesium، بعض الميتالز يعني بعض الفلزات زي المغنيسيوم react with dilute acids، بيتفاعل مع الاحماض المخففه and hydrogen gas evolve، ونتيجة التفاعل دوت بيتصاعد غاز اللي هو غاز الهيدروجين. وطبعا لازم اكتب الكيميكال ايكويشن، المعادلة الكيميائية الدالة على الرياكشن اللي حصل او التفاعل اللي حصل. جبنا Mg بلس 2HCl، ال HCl لازم يكون دايليوت مخفف، هيديني مغنيسيوم كلورايد بلس هيدروجين جاز. تمام كده؟ نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لي add HCl to copper. لو ضفت ال HCl على النحاس في تيست تيوب، الاوبزرفيشن او المشاهده اللي انت هتاخد بالك منها ان نو رياكشن تيكس بليس، مفيش تفاعل بيحصل. طب ليه؟ قال لي الكونكلوجن بتاعي ان الاناكتيف ميتالز يعني الفلزات الغير نشطه زي الكبر don't react with dilute acids، لا تتفاعل مع الاحماض المخففه. طيب نجرب حاجه تانية. قال لي طيب ما تقاد ضيف ال HCl to carbon. قال لي برضو no reaction takes place، مفيش تفاعل هيحصل لان النون ميتالز اللي زي الكربون don't react with dilute acids برضو، فمش هيحصل اي تفاعل. نشوف حاجة كمان. قال لي طب جرب تضيف السلفر لل HCl، قلت له برضو no reaction، مفيش تفاعل هيحصل علشان النون ميتالز اللي زي السلفر don't react with dilute acids، ما بتتفاعلش مع الاحماض المخففة. تمام كده يا شباب؟ طبعا الثلاث افكار اللي فاتوا دول زي بعض، ان النون ميتالز مش بتتفاعل مع الدايليوت اسيدز. تمام كده؟ نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لي دلوقتي احنا هنعمل اكتيفيتي على 2 ستيبس، على خطوتين. اول ستيب بيقول لي بيرن مغنيسيوم ريبون، احرق عود من المغنيسيوم في تيست تيوب يكون فيها اكسجين. ايه اللي انت هتشوفه؟ قال لي وايت سبستانس از فورمد، في ماده بيضاء هتتكون. طب الكونكلوجن انت استنتجت ايه لما الماده البيضاء دي اتكونت؟ قال لي المغنيسيوم رياكت ويز اوكسجين، ان المغنيسيوم اتفاعل مع الاكسجين فورمينج مغنيسيوم اوكسايد، وكون اكسيد المغنيسيوم. طب فين الايكويشن؟ اهي 2Mg بلس O2، لما اعمل لهم بيرنينج او هيتنج، علامه المثلث الصغيره الدلتا الصغيره دي معناها ان تم عمليه حرق هنا، هيديني 2MgO اللي هو المغنيسيوم اوكسايد. دي كده اول ستيب. تاني ستيب يا شباب بيقول لي add some of water to product، ضيف بعض الميه على الناتج، يعني حط ميه على المغنيسيوم اوكسايد اللي طلع. then add drops of violet litmus solution، ثم ضيف قطرات من الفايلوت litmus solution اللي هو محلول عباد الشمس اللي لونه بنفسجي. تمام كده؟ قال لي الاوبزرفيشن اللي انا هشوفه ان المغنيسيوم هيدروكسيد change the color of litmus solution into blue، يعني في مغنيسيوم هيدروكسيد هيتكون وهيغير اللون بتاع الليتمس solution الى اللون الازرق. طب انت استفدت ايه من الاكتيفيتي ديت او من الخطوه الثانيه؟ قلت له ان المغنيسيوم اوكسايد react with water، اتفاعل مع الميه forming مغنيسيوم هيدروكسيد وكون مغنيسيوم هيدروكسيد. ادي الMgO اللي هو المغنيسيوم اوكسايد
بلس الووتر اللي انا ضفتها هيديني MgOH all 2 اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد دوت. لما بضيف عليه الفايولوت ليتمس سوليوشن المحلول بتاع الليتمس سوليوشن بيتحول للون الازرق. تمام كده؟ يبقى انا كده جربت افاعل الميتالز مع الاكسجين، صح كده يا شباب؟ طيب تعالوا دلوقتي بقى نعمل رياكشن ما بين الكربون اللي هو نون ميتال مع الاكسجين. قال لي بيرن ا بيس اوف كربون، احرق قطعه كربون اللي هو قطعه فحم في وجود اكسجين. قال لي اللي انا هلاحظه ان الكربون دايوكسيد جاز از فورمد، هيتكون غاز ثاني اكسيد الكربون. قال لي طب في الستيب نمبر 2 في الخطوه الثانيه add some of water to the product، ضيف بعض الميه للحاجه اللي طلعت او للناتج اللي طلع من الخطوه الاولانيه، يعني هنحط ميه على الكربون دايوكسيد جاز. طب وبعدين قال لي add drops of violet litmus solution، ثم ضيف قطرات من الفايولوت ليتمس سوليوشن على الناتج اللي هيطلع بعد كده. قلت له الاوبزرفيشن اللي انا هشوفه ان الكربونيك اسيد changes the color of litmus solution into red، ان في كربونيك اسيد هيتكون وده هيحول لي لون الليتمس سوليوشن الى اللون الاحمر. طيب انت استفدت ايه؟ قلت له ان الكربون دايوكسيد react with water forming carbonic acid، عرفت ان ثاني اكسيد الكربون اتفاعل مع الووتر وكون كربونيك اسيد. طب فين الايكويشن؟ قال لي الكربون بلس الاو 2 هنعمل له بيرنينج هيديني CO2، هاخد ال CO2 دوت بلس الووتر هضيف عليه ميه هيديني الكربونيك اسيد اللي هو H2CO3. لما اضيف عليه الليتمس سوليوشن هيتحول لونه للون الريد او للون الاحمر. يبقى انا كده عملت رياكشن ما بين النون ميتال والاكسجين. نروح للسؤال اللي بعده بقى يا شباب. السؤال اللي بعده هي الاكتيفيتي بتاعه الووتر الكترولايسيس، يعني تحليل الماء كهربيا. تمام كده؟ طيب احنا بنعمل ايه في الاكتيفيتي ديت؟ بنجيب اسيديفايد ووتر. اسيديفايد ووتر يعني ماء متضاف عليه حمض اللي هو الدايليوت سلفوريك اسيد، حمض الكبريتيكي المخفف. تمام كده؟ لان الميه لوحدها اللي هي البيور الميه النقيه باد كوندكتور اوف الكتريستي. طب احنا عايزينها توصل كهرباء يبقى لازم نحط عليها دايليوت سلفوريك اسيد. تمام كده؟ ايه اللي احنا هنلاحظه؟ قال لي اللي هنلاحظه ان الفوليوم اوف ايفولفد جاز اباف كاثود، يعني حجم الغاز المتصاعد فوق الكاثود اللي هو النيجاتيف بول، هيكون doubled the volume of evolved gas above the anode، ضعف حجم الغاز المتصاعد عند الانود اللي هو البوزيتيف بول. تمام كده؟ طب ايه الكونكلوجن؟ انت استنتجت ايه؟ قلت له ان الاسيديفايد ووتر decomposes by electrolysis، يعني الماء المحمض بيتكسر كهربيا into oxygen gas evolve at anode، غاز اكسجين هيتصاعد عند الانود، وهيدروجين جاز evolve at cathode، وغاز الهيدروجين هيتصاعد عند الكاثود. والريشيو between البروديوسد hydrogen gas and oxygen gas is about 2:1 by volume، يعني النسبة ما بين غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين اللي اتكونوا هي نسبة 2:1 من حيث الحجم، يعني حجم الهيدروجين ضعف حجم الأكسجين. ودي الإيكويشن بتاعتنا يا شباب، الكيميكال إيكويشن أو المعادلة الكيميائية بتاعة التفاعل دوت. 2H2O هيحصل لها إلكترولايسيس عن طريق إضافة الدايليوت سلفوريك أسيد، هيدينا 2H2 evolve plus O2 evolve، يعني 2 molecules من الهيدروجين جاز و1 molecule من الأكسجين جاز. تمام كده يا شباب؟ طيب لسه الجزئية دي ما خلصتش وفي عليها أسئلة تانية ممكن تيجي زي إيه؟ ممكن يجيب لك كده الجهاز وعليه ليبلز فاضية ويقول لك قول لي النيم اوف ذيس ديفايس، اسم الجهاز هوفمان فولتميترز، صح كده؟ يبقى الجهاز ده اسمه هوفمانز فولتميتر. طيب اليوز بتاعه قال لي it is used for electrolysis of acidified water، بيستخدم في تحليل الماء المحمض كهربيا. طيب ايه نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 ونمبر 4 ونمبر 5؟ هتلاقيني كاتبهم لك على الرسمه. نمبر 1 الاسيديفايد ووتر، نمبر 2 الاكسجين جاز، نمبر 3 الهيدروجين جاز، نمبر 4 الانود، نمبر 5 الكاثود. وطبعا هيطلب منك تكتب الكيميكال ايكويشن اللي احنا كتبناها من شويه، هنكتبها مره تانية. تمام كده؟ نتنقل لسؤال تاني برضو فيه نفس الفكرة. بيقول لي دلوقتي هيجيب لك برضو شكل الهوفمان فولتميتر ويسألك أسئلة. يقول لك إيه؟ what will happen، إيه اللي هيحصل when a glowing splint، لو قربت شظية مولعة above anode and above cathode، يعني فوق الانود وفوق الكاثود. جبت كده عود كبريت وحطيته فوق الانود وفوق الكاثود. قال لي the evolved gas above anode، يعني الغاز المتصاعد عند الانود makes the glowing splint more glowing، هيجعل الشظية المتوهجة التوهج بتاعها أكتر، يعني النار بتاعتها هتزيد.
ليه؟ قال لي عشان عند الانود في اكسجين والاكسجين هيلب ان بيرنينج. طيب بالنسبه للايفولفد جاز اباف كاثود هيعمل ايه؟ قال لي بيرنز ويز بلو فليم، يعني هيتحرق ويطلع لهب لونه ازرق. and makes a pop sound، وهيعمل صوت انفجار. طب ممكن يسألني على ايه تاني؟ ممكن يقول لي what are the names of gases that are collected at both anode and cathode، يعني اسامي الغازات اللي هتتكون عند الانود والكاثود. طبعا عند الانود هنلاقي الاكسجين، تمام، وعند الكاثود هنلاقي الهيدروجين. طيب ممكن يقول لي ايه تاني؟ ممكن يقول لي find the volume، احسب لي حجم of gas، الغاز that evolve at cathode، اللي بيتصاعد عند الكاثود، اللي هو مين؟ حجم غاز الهيدروجين. if the volume of gas evolve above anode، لو عرفت ان الغاز اللي بيتصاعد عند الانود حجمه 20 كيوبيك سنتيمتر. قال لي طيب مش الهيدروجين حجمه ضعف حجم الاكسجين؟ يبقى 2 multiply 20 equal 40 كيوبيك سنتيمتر. تمام كده يا شباب؟ دول كده التلات اربع افكار اللي ممكن يجوا على الجهاز ده. طيب في ايه تاني يا شباب؟ قال لي دلوقتي في اكتيفيتي اخيره كانت في ليسون 4 في الدرس بتاع الووتر، اللي هو ازاي تعرف اذا كانت الووتر بولار سولفنت او جود بولار سولفنت ولا لا، مذيب قطبي جيد ولا لا. قال لي هنجيب تيبل سولت وشوجر وهنجيب فود اويل اللي هو زيت طعام، يعني هنجيب ملح وسكر وزيت طعام ونحاول ندوبهم في ميه. طبعا الملح والسكر هيدوبوا في الميه عادي، انما الاويل او الزيت مش هيدوب في الميه، صح كده؟ طب ايه اللي انت هتلاحظه؟ هقول له both sugar and table salt، يعني السكر والملح dissolve in water while oil doesn't dissolve، ولكن الزيت ما بيدوبش. طب الكونكلوجن انت استنتجت ايه؟ قلت له ان الووتر is a good polar solvent، الميه مذيب قطبي جيد. طب يا ترى ليه؟ قال لي so it has a great ability to dissolve most ionic compound، لان عنده قدرة عالية جدا على انه يدوب معظم المركبات الايونية. زي مين؟ زي التيبل سولت اللي هو ملح المائدة او ملح الطعام اللي هو اسمه صوديوم كلورايد. بس كده؟ قال لي لا، ده كمان الووتر كان also dissolve some covalent compounds، عندها القدرة انها تدوب بعض المركبات التساهمية such as sugar، زي السكر. طب اشمعنى المركبات التساهمية زي السكر؟ قال لي لان الشوجر كان فورم هيدروجين بوند ويز ات، يقدر يكون هيدروجين بوند معاها. طيب عندنا كمان ان some covalent compounds، بعض المركبات التساهمية such as oil زي الزيت can't dissolve in water، مش بتقدر تدوب في المية. طب الكلام ده ليه؟ قال لي as they can't form hydrogen bond، لانها ما تقدرش تكون هيدروجين بوند with water مع المية، واللي مش هيقدر يكون روابط هيدروجينية مع المية مش هيدوب فيها. تمام كده يا شباب؟ فاهمين لحد دلوقتي؟ نكمل مع بعض. دلوقتي بقى هنجيب شوية سامبلز، عينات او صور لأجهزة او living organisms، كائنات حية او فوسلز، حفريات، وابتدي اسألك عليها. هنا احنا معانا تو ديفايس، معانا جهازين، واحد اسمه الانيرويد واحد اسمه الالتيميتر. طبعا الانيرويد استخدامه ايه؟ it determines the possible day weather، بيحدد الطقس او المناخ، اذا كان الجو ممطر ولا في رياح ولا عواصف ولا جاف. تمام. اما الالتيميتر used to determine the elevation from sea level، بيحدد الارتفاع من مستوى سطح البحر by knowing atmospheric pressure، عن طريق ايه؟ قياس الضغط الجوي. يعني لما بيعرف الضغط الجوي كام يعرف هو على ارتفاع قد ايه، وده بيستخدمه البايلوتس او الطيارين. تمام كده يا شباب؟ نقل على اللي بعده. طيب ايه دول؟ قال لي الرسمه ديت بتاعت اللايرز اوف اتموسفير، طبقات الغلاف الجوي، ودوت اسمه فانالين بيلتس، الحزام بتاع فانالين. طيب ايه هي الامبورتنس بتاعت فانالين بيلتس؟ قال لي it scatters the harmful cosmic radiation away from the earth، يعني بيشتت الأشعة الكونية الضارة بعيدا عن الأرض. نروح للي بعده. مين ده؟ قال لي الرسمة ديت بتاعت الثيكنس اوف اوزون لاير اندر STP، يعني سمك طبقة الأوزون عند الستاندرد تمبريتشر والستاندرد اتموسفيريك بريشر. نروح للي بعده. دلوقتي بقى بيقول لك mention the name and the type of the fossil، يعني قول لي اسم ونوع الحفرية اللي هجيبها لك، إذا كانت تريس ولا ريمينز ولا مولد ولا كاست ولا كومبليت بادي ولا بتريفايد فوسلز اللي هي الحفريات المتحجرة مثلا. اللي أنا شايفه قدامي وورمز تانلز وديناصورز فوت برينت، يعني الأنفاق اللي عملتها الديدان أثناء ما كانت عايشة، والبصمة بتاعت قدم الديناصور. طبعا دي تريسز يعني آثار، يعني ده أثر مكان الكائن دوت
عايش، يعني الاثر ده هو تركه اثناء حياته. نروح للي بعده. قال لي عندنا remains of dinosaurs skull، بقايا جمجمة الديناصور، و remains of sharks teeth، بقايا اسنان الايه سمكة القرش. دي كده اسمها remains، يعني بقايا، ده جزء اتبقى من جسم الكائن بعد ما مات وفضل هو محفوظ من الديكومبوزيشن، من التحلل. نروح للي بعده. قال لي نيومولايتس فوسيلز والترايلوبايت والامونايتس، كل دول سوليد مولد، يعني قوالب صلبة. نروح للسؤال اللي بعده يا شباب. طبعا ده اسمه كاست، يعني طابع. طب احنا عندنا الكاست ده بنلاقيه فين وفين؟ بنلاقيه في الفيش وفي الفيرنس، في الاسماك وفي الصراخس. تمام كده. نروح للي بعده. دوت الامبر فوسيل اللي هو الحفريات بتاعة الكهرمان، ودوت الماموس فوسيل الحفرية بتاعة الماموس. طبعا دول complete body fossils، يعني حفريات ذات جسم كامل. نروح للي بعده. petrified wood، dinosaurs egg، dinosaurs tooth. طبعا كل دول petrified fossils، يعني حفريات متحجرة، يعني اتحولت لحجارة. نروح للي بعده. دي ريديوليريا ودي فورامينيفيرا، الاتنين دول مايكرو فوسيلز، حفريات دقيقة. دلوقتي ممكن يجيب لك بقى ايه؟ ممكن يجيب لك كائن ويقول لك قول لي النيم بتاعه ايه والتايب بتاعه، من حيث اذا كان extinct species يعني فصيلة انقرضت، ولا endangered species فصيلة مهددة بالانقراض. طبعا ده اسمه ايه؟ ماموس. طب الماموس انقرض ولا لسه انقرض؟ يبقى extinct species، يبقى دي فصيلة منقرضة. نروح لدوت. ده اسمه ايه؟ دودو بيرد. طب ده انقرض ولا لسه انقرض؟ يبقى extinct species. طيب ده مين؟ ده الكواجا، صح؟ دوت برضو extinct species، فصيلة منقرضة. طيب ده مين؟ ده الباندا بير او دب الباندا، ده لسه ما انقرضش، فهنقول عليه endangered species، يعني فصيلة مهددة بالانقراض. وده يا شباب بالد ايجل اللي هو النسر الاصلع، ودوت endangered species، يعني فصيلة مهددة بالانقراض. نروح للي بعده. ده الابياس بيرد اللي هو طائر ابو منجل، وده برضو endangered species، فصيلة مهددة بالانقراض. اما دوت فدوت البيبرياس بلانت اللي هو نبات البردي، وده endangered species، يعني فصيلة مهددة بالانقراض. نروح للي بعده. ده اسمه اركيوباتريكس فوسيلز، حفرية الاركيوباتريكس، وده عبارة عن لينك ما بين الريبتايلز والبيردز، يعني حلقة وصل ما بين الزواحف والطيور. وما تنسوش يا شباب تشتركوا في القناة بتاعتنا وتضغط على زرار سبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات وتنبيهات بكل الحلقات الجديدة اللي تنزل اول باول. وكمان يا شباب يا ريت لايك للفيديو، لان كل ما عدد اللايكات زاد كل ما دوت ساعد في نشر الفيديو لناس اكتر، وساعد في ظهور الفيديو لعدد اكبر من الناس. ما تنساش تعمل كومنت رأيك في الحلقة، ارائك، استفساراتك، اي حاجه محتاجها مننا يا ريت تسيبها تحت في الكومنت. وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقه لكل اصحابك وقرايبك، وعلى صفحتك على الفيسبوك، علشان كل الناس تستفيد زي ما انت استفدت. ولحد هنا يا شباب حلقتنا انتهت، وحلقه النهارده خلصت، بس لسه الحلقات اللي جايه كتير. اشكركم على متابعتكم للفيديو، واشكرك انك وصلت لحد نهايه الفيديو، وده معناه انك مهتم. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جايه كتير. يا ريت تطبقوا اللي انتوا بتتعلموه اول باول علشان تستفيد وتحقق اعلى الدرجات. اشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.